بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في حاجة مهمة جدا في قانون الأسرة وهي المتجمدات. هنعرف يعني ايه المتجمدات وأمثلة المتجمدات للزوجة. أول حاجة يعني ايه متجمدات؟ المتجمدات دي بتعني المستحقات المالية التي تراكمت على الزوج ولم يقم بسدادها. طيب زي ايه؟ متجمد نفقة الزوجة وده قبل الخلع، يعني الزوجة اتحكم لها بنفقة والزوج ما دفعش فبنبدأ نرفع قضية متجمد. تاني حاجة متجمد نفقة الأولاد. تالت حاجة متجمد تمكين من مسكن الزوجية وده إذا كان هناك حكم تمكين ولم ينفذ. طيب رابع حاجة متجمد مصروفات تعليم أو علاج وده إذا تم الحكم بالخلع تسقط نفقة الزوجة من تاريخ رفع دعوة الخلع، لكن لا تسقط المتجمدات السابقة لرفع دعوة الخلع ما لم تتنازل عنها صراحة في محضر الجلسة أو في الحكم. يعني قبل الخلع المتجمدات دي مستحقة للزوجة، لكن ممكن ما تبقاش مستحقة ليها لو الزوجة اتنازلت عنها صراحة في محضر الجلسة أو في الحكم. طيب في حاجة مهمة جدا، لا يسقط الخلع متجمد نفقة الأولاد بأي حال، يعني نفقة الأطفال دي ما بتسقطش أبدا لأنها حق للصغار وليس للزوجة ولا يجوز لها التنازل عنها. طب إذا صدر حكم تمكين سابق ولم ينفذ يظل قائما إلا إذا تضمن حكم الخلع تنازلا عن ذلك، لكن غالبا يسقط حق التمكين بعد الخلع لأن العلاقة الزوجية انتهت ولم تعد الزوجة زوجة تحتاج لتمكينها، ولكن لو كانت حاضنة فلها الحق في مسكن حضانة وينظر في تمكينها من مسكن الزوجية على هذا الأساس. وبكده يبقى احنا شرحنا يعني ايه متجمدات وامثله المتجمدات، واتمنى اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بطريقه مبسطه.